السلام عليكم. الواحد والله كان يعني حاسس بتعب وبدوخة النهارده يعني، بس حبيت اطلع للناس واطلع لحبايبي اللي بيحبوا يسمعوني. والحلقه النهارده تخص بناتنا، يعني كل ام تشوف الحلقه تحاول تقول لبنتها. احنا بنتكلم بناتنا قبل الجواز يا جماعه. احنا بنقول لكم تعملي ايه لما تكوني زوجه. اولا يا حبيبتي، لازم يا بنتي تعرفي ان انت لما بتتجوزي بتبقى شغلتك جوزك. عشان نبقى واضحين، انت يعتبر بتبقي بالنسبه له الام والبنت والصديقه وكل حاجه في الدنيا يعني. فيا بنتي عيب في زوجك. عيب في ايه؟ زوجك. هتقولي طب ما انا عيبه ازاي ما انا موجوده في البيت؟ لا، عيب في زوجك بحساباته هو مش بحساباتك انت. يعني ازاي هتعيب في زوجك بحساباته هو مش بحساباتك انت؟ يعني مثلا يا بنتي لو كان زوجك بيتعف بالمعاشره وبيحب المعاشرة كتير، عيب فيه. عيب فيه وماله؟ ده زوجك وده بتاخده أجر من الله عليه سبحانه وتعالى. إذا كان يا ستي زوجك بيحب يقعد يتكلم، فرغي له وقتك. فرغي له وقتك في البيت واسمعيه. ما هو حبك صديق زي الصبا لما يجي يشوف له صديق أو صديقة بره يقعد يحكي له. صح ولا لأ؟ ما هي دي حسابات. العفة مش بس معاشرة، لا. طب يا بنتي، آه حضرتك جوزك بيتعفف بالكلام الحلو، قولي له كلام حلو. قولي له يا حبيبي، يا ذكري، يا بطه بلدي، يعني قولي له اي كلام جميل. انت فاهمه ازاي يا بنتي؟ قولي له اي كلام جميل. واذا كان بيتعفي بالخلفه ما تاجليش الخلفه عشان انت خايفه جسمك يبوظ. ما هيدور على غيرك يا بنتي. ما كل ده انت بتعفي زوجك حبيبي. خلفي له، اديله. اذا كان بيحب يشوفك في مظهر كويس يا بنتي، روحي اعملي صوابعك، روحي الكوافير، اعملي شعرك، حطي اي حاجه. الميك اب اللي انتوا بتحطوه كده. بيحب اللبس البسيله، بيحب يتدلع دلعيه، بيتحب الشنكل شنكليه، بيتحب يزعق له اشخطي فيه. يعني احنا عايزين بس توصلوا لحاجه كويسه. لازم تعرفي انت بقيتي مسؤوله عنه، وربنا هيسالك على زوجك انت ليه ما عفتهوش. يا بنتي خلي بالك والله، ربنا هيسالك على زوجك زي ما هيساله ليه ما عفكيش. فخلي بالك، الله يسترها عليكي. واذا كان رومانسي، شمعايه جميله في عشاء، اديله حياه رومانسيه. هتقول طب والعيال هنعمل فيهم ايه يا ستي؟ شوفي وقت، ابعدي العيال عن، اديهم للجاره، وديهم عند امك، وديهم عند امه، اي حاجه. ودي وقت لزوجك. لو كان اجتماعي خليك اجتماعيه زيه. ولو كان بيحب قعده البيت حبي قعده البيت زيه. عشان ما يدورش يا بنتي على غيرك. احنا بنديكي نصايح مهمه ليكي. خلي بالك يا بنتي، اصل انا ملاحظ ان بناتنا كلهم بيتجوزوا عشان الفستان الابيض. احنا بنقول عن حب والكلام اللطيف ده، بس لازم تفهمي انت من اول يوم ما دخلت بيت الراجل ودخلتوا بيتكم انتوا الاثنين بقى مسؤول منك. مسؤول ان هو ما يبصش على واحده بره. انت مسؤوله. في فرق بقى لما انت بتعملي كل ده وهو برضو معفش وعايز يتضرب بخرطوم يكون عليه زفت او قطران على دماغه، ونجيب له كلب بلدي ياكله. لو هو بعد كل اللي انت بتعمليه ده بيعمل حاجه غلط بره او بيحاول يدور على غيرك. بس احنا بندي بالاسباب يا بنتي، بندي بالاسباب. الله يسترها عليكم. بندي بالاسباب ونعيد ونكرر. الراجل جوزك وظيفتك يا بنتي. انت مش كنت بتتجوزي عشان فرح وعشان يبقى تبعدي عن اهلك ويبقى عندك بيت لوحدك؟ لا، انت بتتجوزي عشان بقيتي مسؤوله، بقيت بقى مسؤول منك. وربنا هيسالك ليه انت ما قلتلوش كلمه حلوه، ليه ما دلعتهوش، ليه ما بيطلب منك المعاشره. ربنا يسالك على كل الكلام دوت. هو اهم من صحابك واهم من الدنيا. ما دام انت عنده اهم من الدنيا برضه. مع السلامه يا حبايبي، مع السلامه عليكم.